السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده معانا مراجعه فيلم هيل بوي ذا كروكيد مان. فتابعوا معايا الفيديو، ما تنسوش تدعموني، تعملوا لايك وشير، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا. تنقطع جميع السبل بهيل بوي فيجد نفسه في قريه ريفيه تسكنها الساحرات ويحكمها رجل ذو نوايا خبيثة. خلونا نتكلم الأول عن أكبر إيجابيات الفيلم، وهي الإخراج. الفيلم من إخراج براين تايلور اللي أخرج لنا أعمال قبل كده زي كرانك وزي جيمر وزي جوست رايدر، ولكن الجزء الثاني مش الأول. الفيلم على مستوى الصورة البصرية فكان حلو جدا بالنسبة للميزانية بتاعته. الفيلم برغم إن هو ميزانيته بسيطة، ولكن على المستوى البصري انت مش هتحس بفرق كبير بينه وبين الافلام اللي بتبقى صارفه ميزانيه كبيره. عادي الصوره البصريه بالنسبه لك هتبقى حلوه، مش هيبقى فيها مشاكل غير بعض النقط اللي هنتكلم فيها قدام شويه في الفيديو. كمان المزيكا اللي موجوده في الفيلم كانت حلوه جدا. هي مش مزيكا جديده او مش مزيكا خاصه بالفيلم، هو يعني انت سمعتها قبل كده في حاجات ياما، ولكن هي كانت كويسه عادي مفيهاش مشاكل. وكمان برضو حاجه من ايجابيات الاخراج هو انه قدر يعمل جو من الرعب والقلق والتوتر طول احداث الفيلم، وقدر يقدم العناصر دي بشكل كويس جدا، خصوصا الرعب اللي كنت اتمنى ان يتم استخدامه في قالب يليق بيه اكتر من الفيلم ده. نتكلم دلوقتي عن السلبيات اللي في الاخراج. هما نقطتين. اول حاجه ان كان في مشهد أو مشهدين سي جي اي ما كانوش افضل حاجه، وكان واضح ان هما اي كلام، ولكن زي ما قلنا ان الفيلم ميزانيته بسيطه جدا، فان هو يقدر يعمل اصلا مشاهد سي جي اي بالشكل ده فبالنسبه له كانت كويسه. وكان في يعني تشغيل دماغ وذكاء من الاخراج ان هو ما اشتغلش على المشاهد دي ياما، لانه عارف ان الميزانيه اللي معاه مش هتساعده ان هو يعمل حاجه في افضل صوره ممكنه، فلا اللي هو بعد عنها، ودي حاجه احييه عليها الصراحه. النقطه التانية بقى والاهم هو ان احداث الفيلم بتدور في الخمسينات، ولكن انت ممكن تحس ان هي دلوقتي عادي، يعني مفيش اي حاجه تدل على ان هي في الخمسينات. احداث الفيلم في الخمسينات، ولكن مثلا لو شفت فيلم دلوقتي بنفس الاجواء دي اللي هو احداثه الزمنيه بتدور دلوقتي، مش هتحس بفرق، مش هيبقى فيه اي حاجه مختلفه بالنسبه لك. ولكن بشكل عام واجمالا الاخراج كان حلو، الاخراج كان كويس، الاخراج هو اكبر ايجابيه موجوده في الفيلم. تعالوا بقى نشوف قصه الفيلم ونشوف ازاي دمرت اللي الاخراج عمله. اول حاجه طبعا هو الجزء الحواري في الفيلم. الفيلم فيه كميه اجزاء حواريه وكميه مشاهد حواريه كبيره جدا، لدرجه ان انت تحس ان انت قاعد بتتفرج على بودكاست مش فيلم، انت قاعد بتتفرج على ناس بتحكي وبتتكلم عن نفسها. الفيلم تقريبا اللي هو هم يعني القصه بتاعتهم بسيطه، اللي هم لو جم يعملوها ممكن يطلع معاهم نص ساعه، فلا زود عليها بقى ساعه حوارات قاعدين بنتكلم ونرغي في اللا شيء. ده غير بقى الحاجات الغريبه اللي عماله تحصل طول احداث الفيلم، الحاجات اللي تقريبا 99% منها مش متقدم، او لو اتقدم فهو اتقدم بشكل مش حلو. حاجات اللي هو يعني تخليك انت مش قادر تفهم هم عايزين ايه، او مش قادر تكون معاهم على الخط اللي بيتكلموا فيه. يعني طول احداث الفيلم مثلا هم بتعاركوا على عظمه، يعني في عظمه عامله مشكله، عظمه سحريه نوعا ما فعامله مشكله، اللي هو كله طمعان في العظمه، اللي هو حاجه تخليك وانت قاعد بتتفرج اللي هو عارف، هات يا عم العظمه دي، هات العظمه اهي اهي، يلا كل واحد بقى يشوف هو رايح فين. وطول احداث الفيلم هو مفيش هدف كده واضح وصريح الفيلم عايز يوصل له، هو انت ما تفهمش الفيلم عايز يوصل لايه بالظبط. يعني هو بيوريك مثلا رحله الشخصيه بتاعتنا اللي موجوده، ولا المفروض ان هو يوصل للشرير في الاخر ويتغلب عليه. يعني انت مش قادر تفهم بالظبط انت رايح لفين اصلا في القصه. شخصيه ذا كروكيد مان كنت متحمس ليها جدا، وكنت مستني ان انا اشوف الفيلم ده عشان اشوف الشخصيه دي هتبقى عامله ازاي. ولكن هو الشخصيه دي يعني هو اتحط في قالب ان هو شخصيه مرعبه، شخصيه قوه شريره خارقه. ممكن اشوف ان هو مش العدو الامثل لهيل بوي، يعني هو هيل بوي دايما اعدائه وحوش، واللي هو ايه ناس قويه ولكن مش قوه شريره زي اللي احنا شفناها. ولكن هو عموما هو الفيلم يعني هيل بوي عموما هو كوميك بوك، والفيلم مستوحى من كوميك بوك فيه الشخصيه دي فعلا كانت عدوه لهيل بوي، لكن الفيلم هو اللي ما قدرش يعمل الموضوع بقالب حلو او بيدينا قصه اللي هو نصدق الدنيا دي كلها ماشيه ازاي. اما بالنسبه للاداء التمثيلي فهو ما يفرقش كتير عن القصه، هو يعني اسوأ مثلا اداء تمثيلي شفته او اسوأ من جسد شخصيه هيل بوي اللي هي الشخصيه اللي كانت موجوده معانا في الفيلم. ومش هو لوحده، هو عموما كل الناس اللي موجوده، يعني ما فيش اداء تمثيلي هيبهرك، ما فيش اداء تمثيلي هيخليك اللي هو واو المشهد ده اتعمل حلو. هو عموما يعني القصة أصلا مبوظة الدنيا، فأنت مش هتلاقي نفسك متعلق أصلا لا بحدث ولا بممثل ولا بأي حاجة موجودة في الفيلم. تقييم الفيلم هيل بوي ذا كروكيد مان هو 4/10. الفيلم ما قدرش إن هو يقدم جديد، ما قدرش إن هو يقدم حاجة تعيد إحياء شخصية هيل بوي مرة تانية. الفيلم هو مجرد ريميك فاشل. إخراج الفيلم كويس بل كويس جدا كمان، ولكن الفيلم مضيع العنصر الأساسي وهو القصة. لو كانوا اهتموا بالقصة دي أكبر، الفيلم ده كان ممكن يكون في حتة تانية خالص، وكان ممكن يكون واحد من أفضل أفلام الرعب اللي موجودة معانا السنة دي، ولكن ده ما حصلش.
فهو تمامه معايا 4/10. وبس كده اعزائي المشاهدين، كنت خلص فيديو النهارده. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. سلام عليكم.